فنحن في زمان الجهاد، وقد أظلنا زمان الجهاد، والجهاد في سبيل الله متعة. الصحابة كانوا يتسابقون عليه. هو احنا الفقر اللي احنا فيه إلا بسبب ترك الجهاد؟ مش كنا لو كل سنة عمالين نغزو مرة ولا 2 ولا 3، مش كان هيسلم الناس كثيرون في الأرض؟ واللي يرفض هذه الدعوة ويحول بيننا وبين دعوة الناس مش بنقاتله وناخدوهم أسرى وناخدوا أموالهم وأولادهم ونسائهم، وكل دي عبارة عن فلوس. كل واحد مجاهد كان بيرجع من الجهاد وهو جيبه مليان. ليه؟ معاه 2 3 شحطة و3 4 نسوان و3 4 ولاد. اضرب كل رص 300 درهم ولا 300 دينار ولا حاجة، هذا بمالية كويس. لو هو راح عشان يعمل صفقة تجارية في بلاد الغرب عمره ما يعمل الأموال دي، وكل ما يتعذر ياخد راس يبيع ويفك أزمته ويبقى له الغلبة. ومش كده بس، ده هؤلاء الذين صاروا أسرى منهم من سيسلم. الجنس واقعنا، وجزى الله خيرا كل من يرقيه على وفق آداب وقواعد وتقاليد هذه الأمة. وكما ترقينا في الطعام واللباس والشراب والمسكن والهندسة، علينا أن نرقي ما هو أهم وأرقى وأعظم من ذلك، وهو الجنس. طيب فضيلة الدكتور، إن الحلال بين والحرام بين والأمر متروك للمؤمنين، ولكن ليش ما بنسمع أصوات مثل أصواتكم الفاضلة؟ ليش بنسمع دائما أصوات متطرفة، منتديات؟ أنا في أحد الحلقات تكلمت عن الجنس الإسلامي بغاية الصراحة. قلت يجوز لها تمص ذكر الزوج ويجوز له أن يلحس فرجها. هذا مش أنا، قال القرطبي في تفسيره وافع عبد العزيز في كتابه، هذا تراث الأمة. لكن الناس الآن والإعلام كما تسمحون لي، هذا الإعلام مخترق. برضه كان في بقى في شيوخ في كان في شيوخ كانوا بيقروا أفيون. في بعض الأساتذة العلماء الأفاضل بعضهم يعني كان الأفيون على طول في بقه، باعتبار ان ده بيديله نوع من التذكرة ونوع من طبعا الكلام ده الانعاش. انتوا بتقولي كان مفارقات. الفرق بين تعاليم محمد وتعاليم المسيح كالفرق بين السماء والأرض، والمقارنة بينهما توضح أنهما ليس من مصدر واحد. قال محمد في الحديث الصحيح: لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام، فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه. وقال السيد المسيح في إنجيل متى: إن أحببتم الذين يحبونكم فأي أجر لكم؟ أليس العشارون أيضا يفعلون ذلك؟ وإن سلمتم على إخوتكم فقط فأي فضل تصنعون؟ أليس العشارون أيضا يفعلون هكذا؟ فكونوا أنتم كاملين كما أن أباكم الذي في السماوات هو كامل. محمد إذن ينهى عن بدء اليهود والنصارى بالسلام، أما المسيح فيأمر أتباعه بالسلام على الجميع. تروي لنا عائشة في الحديث الصحيح أن محمدا قال في مرضه الذي مات فيه: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مسجدا. وفي صحيح البخاري نقرأ أن محمدا كان إذا رفع رأسه من الركوع من الركعة الآخرة من الفجر يقول: اللهم لعن فلانا وفلانا وفلانا، بعدما يقول: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد.
لكن المسيح قال في إنجيله: أحبوا أعداءكم، أحسنوا إلى مبغضيكم، باركوا لاعنيكم، وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم. وقال أيضا على لسان رسوله بولس: باركوا على الذين يضطهدونكم، باركوا ولا تلعنوا. محمد إذن لعن ويلعن الناس، يلعن من لم يؤمنوا به. أما المسيح فيأمر أتباعه بمباركة الجميع حتى الأعداء. قال محمد في الحديث الصحيح المروي عن ابن عمر: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله. وقال المسيح في إنجيل يوحنا: السارق لا يأتي إلا ليسرق ويذبح ويهلك، وأما أنا فقد أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. محمد إذن أتى ليقاتل الناس، أما المسيح فقد أتى ليكون للناس حياة أفضل.